العربية مشيت بيه لحد ما ودته قصر أورلك. باب القصر بيتفتح كمان لوحده، وبيلاقي توماس شخص غريب واقف جواه وبيقوله ان هو اتأخر وكل الخدم روحوا. فتوماس بيعتذر له وبيدخل القصر يمشي وراه. بيطلع سلالم كتيرة وبيطلع الشخص ده هو الكونت أورلك، وبيطلب من توماس انه يسيب حاجته ويقعد قدامه. بيستغرب توماس لما بيلاقيه بيتحرك بسرعة مجنونة، فجأة بيبقى قدامه، بعد كده جنبه وبيصب له عصير، وبيلاقيه قاعد قدامه في النهاية. بعدها توماس بيتفاجئ انه بقى في مكان تاني، واورلك بيقرب منه وبيفضل مرعوب لحد ما بينام. تاني يوم بيصحى من النوم حاسس بتعب شديد، فبيمسك مراية وبيشوف صدره، فبيلاقي مكان عضة. فبيتمشى في المكان، بيلاقيه ان هو كأنه مهجور ومفيهوش اي حد، واورلك مش موجود. وبيجي الليل بيلاقي اورلك محضر له عقد البيع ومستني توماس عشان يمضي عليه. لاحظ اورلك سلسلة مع توماس وسأله دي بتاعت مين، فتوماس بيقوله انها لصورة إيلين مراته، وطلب منه انه يشوفها وبياخدها، وطلب منه ان هو يمضي على العقد. لكن توماس ما فهمش اي حاجة من الكلام اللي مكتوب فيه، فاورلك بيقوله اصله مكتوب بلغة اجداده عشان هو بيعتز بيها، وطلب منه ان هو يمضي عليها. وفعلا توماس بيمضي عليها وهو مرعوب، وطلب من اورلك ان هو يمشي. لكن اورلو قال له ان هو باين عليه التعب واستحالة يسيبه يمشي بالحالة دي، وطلب منه ان هو يبات كمان النهاردة عنده، وبينصحه انه لازم يسمع الكلام. وبيسيبه وبيمشي، وتوماس بينام. ولما بيصحى من النوم بيلاقي التعب بيزيد عليه، وبص على صدره لقى عضة تانية موجودة، وعلى طول بيطلع يجري ناحية باب القصر وهو مرعوب وعايز يمشي، لكن لقى الباب مقفول. فتوماس شاف باب جانبي فيه توابيت فبيدخله. توماس بيفتح التابوت المميز اللي موجود فيه، فبيلاقي ان اورلك نايم جواه وجنبه فيران كتيرة، فاترعب من المنظر. وبعدها بيمسك اعصابه وبيقرر ان هو يمسك فاس عشان يقتله، لكن اورلك بيقوم من النوم وبيمسك الفاس منه. فتوماس اترعب وطلع يجري بسرعة من المكان واستخبى في اوضته. بعدها اورلك بيتحكم في إيلين وبيقول لها ان هو اشتراها من توماس ومعاه امضته على العقد، وبيخرجها بره بيتها وبتجيلها حالات هلع. وفي نفس الوقت بيتحكم في توماس وبيخليه ينام على السرير، وبيفتح باب اوضته وبيدخل عليه وبرضه بيعضه وبيمص دمه. والناحية التانية فريدريك صديق توماس بيجيب دكتور لإيلين وبيديها علاج للهلوسة. تاني يوم بيصحى توماس من النوم بيلاقي كلاب اورلك موجودة بره الأوضة وعايزة تهجم عليه، فبيخرج من الشباك بسرعة وبينط في البحر. والناحية التانية